بيبدأ الفيلم بشخص اسمه جون عمره 30 سنة، وهو بيكون بيشتغل ملمع نوافذ في شركة نظافة. وبيكون جون مكتئب وحالته النفسية سيئة لأن هو مصاب بالكانسر وهيموت خلال 3 شهور. وبنعرف ان هو مطلق وعنده طفل اسمه مايكل، وطليقته سافرت روسيا عشان تشتغل هناك، وسابت له مايكل وهو عنده 3 شهور عشان يربيه. ومن ساعتها وهي عايشة بعيد عن ابنها وما بتسألش عنه تماما. وبعد الشغل بيرجع جون البيت عشان يطمن على ابنه مايكل، وبيكون جايب له مربية تقعد معاه وتهتم فيه في الوقت اللي هو في الشغل فيه. فبتتكلم مع المربية وبتقوله ان هي مضطرة تمشي عشان بنتها مريضة، وبتعرفه ان هي بتحب مايكل ومتعلقة بيه جدا لانه طفل ذكي وبيفهم بسرعة. عشان كده بتوصيه خلي باله منه لانه محتاج رعاية خاصة لان مامته سابته وهو عنده شهور، وده ممكن يسبب له ازمة نفسية لما يكبر. فبيشكرها جون على اهتمامها بابنه وبيوعدها ان هو هينفذ كلامها وهيهتم بيه. فبيقعد مع مايكل وبيسرح له شعره، وفي اخر اليوم بيحكي له قصة عشان ينام. وبعدها بيروح ياخد العلاج بتاعه، وعلى الرغم من شدة مرضه الا انه مش بيفكر في اي حاجة غير مصلحة ابنه مايكل. وبيقرر يدور على عيلة كويسة عشان تتبناه ويهتموا بيه بعد ما يموت. وتاني يوم بياخده عشان يوديه المدرسة، وهناك بيشوف مايكل زمايله وهم واقفين مع امهاتهم. فبيسأل جون عن والدته وبيقول له ليه ما بتسألش عنه. فبيقول له جون ان والدته سافرت مكان بعيد، ومش بيرضى يعرفه ان هي اتخلت عنه عشان ما يكرههاش. وبعد انتهاء اليوم الدراسي بيروح ياخده من المدرسة وبيقابل 2 متجوزين عاوزين يتبنوا مايكل لان الاتنين دول ما بيخلفوش. فبيبدأ جون يتكلم معاهم وبيسألهم عن حالتهم المادية عشان يتأكد ان هم هيقدروا يهتموا بابنه. فبيقولوا له انهم اغنياء وعندهم شركة عقارات، وبيوعدوه انهم هيهتموا بمايكل وهيوفروا له كل حاجة عشان يعيش حياة كويسة، وبيوعدوه ان هو هيكون شخص ناجح في المستقبل. فبيسألوه هم عن السبب اللي مخليه بيعرض ابنه للتبني. فبيقول لهم ان هو عنده كانسر في الدم وهيموت في خلال 3 شهور او اقل، عشان كده مضطر يدور على حد يتبنى ابنه ويهتم بيه. وبسبب ان العيلة دي غنية وعندهم بيزنس، بيحس جون انهم مش هيقدروا يهتموا بابنه لانهم هيكونوا مشغولين بالشغل على طول. فبياخد مايكل وبيمشوا عشان يرجعوا البيت، وفي طريقهم بيحاول يتكلم معاه وبيمهد له الموضوع بصيغة ان هو عاوز يبعته يعيش في بيت تاني مع اسرة كويسة. فبيرفض مايكل وبيقول له ان هو مش عاوز يعيش مع حد غيره لان هو بيحبه. ولما بيرجعوا البيت بيلاحظ جون ان ابنه متعلق بيه جدا لدرجة ان هو بيحاول يقلد تصرفاته وبيرسم وشم على ايده زيه. ولكن على الرغم من ان قرار التبني بالنسبة لجون موضوع صعب جدا الا انه مصمم يخلي ابنه يعيش حياة كويسة. فبيروح مركز رعاية الطفل عشان يخليهم يدوروا على عيلة تتبنى مايكل. وهناك بيقعد مع بولما صاحبة المركز وشونا المساعدة بتاعتها. فبتقترح عليه بولما ان هو يتكلم مع ابنه ويعرفه ان هو هيموت عشان يتقبل الامر الواقع ويوافق يروح يعيش مع عيلة تانية. والاهم من ده عشان مايكل يعرف قد ايه هو كان بيحبه وقد ايه هو كان بيهتم بيه على الرغم من مرضه. فبيرفض جون الفكرة بتاعتها وبيقول لها ان هو مش عاوز مايكل يكون مكتئب وحالته النفسية سيئة من هو صغير، لان ده هيأثر عليه في المستقبل وممكن يخليه فاشل في حياته، خصوصا لان هو طفل صغير واكتر حاجة محتاجها هو انه يحس بالامان جنب ابوه. عشان كده هو حريص ان هو ما يقولوش اي حاجة عن والدته ولا يقوله حتى ان هي اتخلت عنه لان ده هيسبب له ازمة نفسية وهيخليه ما يثقش في اي حد. فبتقتنع هنا بولما بكلامه وبيطلب منها جون ان هي تدور له على عيلة كويسة عشان يتبنوا مايكل في اسرع وقت. وبعدها بيرجع البيت، ولما بينام بيجي مايكل وبيصحيه عشان يحكي له قصة. فبيحاول جون يقضي معاه اطول وقت ممكن عشان يخليه مبسوط، وبيروح يفسحه في الجنينة وكمان بيقعد يرسم معاه. وهو بيكون حريص جدا ان هو يخبي عليه مرضه وتعبه عشان ما يخلوش متضايق. وفي يوم بيروح جون الشغل وبينظف ازاز بيت عميل في شركة التنظيف اللي بيشتغل فيها، وبالصدفة بيشوف طفل بيلعب في اوضته وبيكون الطفل ده مبسوط. فبيفتكر ابنه مايكل وبيتمنى يكون سعيد زي الطفل ده ويعيش حياة كويسة في المستقبل. وبعد ما بيخلص شغل بياخد مايكل وبيروح مع شونا لبيت أسرة عاوزين يتبنوا ابنه. فبيقولوا له انهم مش بيخلفوا ويتبنوا طفلة صغيرة اسمها كلارا عشان عاوزين يكونوا أسرة سعيدة وما يحسوش بالنقص في حياتهم. وبيبدأوا يتكلموا عن حياتهم الشخصية وقد ايه هم مبسوطين مع بعض. فبتقاطعهم كلارا وبتقول ان هي سعيدة جدا معاهم، ولكن احيانا بتتضايق منهم عشان بيخرجوا وبيسيبوها لوحدها في البيت. فبيتضايق جون بسبب كلامها ده، وبيتأكد ان العيلة دي ما ينفعش تربي ابنه مايكل لانهم مش هيهتموا بيه. وبعدها بيروح ينظف الازاز بتاع بيت جارته روزي وبيعتذر لها على التأخير، وبيقول لها ان هو اتأخر عليها عشان كان بيدور على عيلة تتبنى ابنه مايكل. وبيعرفها ان هو متضايق بسبب انه مش عارف رد فعل مايكل وقتها هيكون عامل ازاي.
فبتنصحه روزي ان هو يتكلم مع ابنه ويعرفه ان هو هيموت عشان ما يتصدمش لما يوديه يعيش مع عيلة تانية. فبيقتنع جون بكلامها وبيروح ياخد مايكل من بيت مدرسة الانجليزي بتاعته لانه كان سايبه يقعد معاها لحد ما يخلص شغل. ولما بيدخل البيت بيلاقيه قاعد لوحده ومتضايق عشان اتأخر عليه، فبيعتذر له على التأخير وبياخده الحديقة عشان يفسحه. وهناك بيقعد جون يفكر في مستقبل ابنه وبيكون عاوز يقول له ان هو مريض وهيموت في خلال 3 شهور، ولكن فجأة بيلاقي مايكل قاعد لوحده وبيحاول يحرك خنفسة ميتة. فبيقول له جون ان الخنفسة ماتت وهو بيشرح له فكرة الموت بطريقة بسيطة عشان يتقبل فكرة الموت من غير ما نفسيته تتعب. تاني يوم بيروح جون شغله كالعادة وبيحس بالتعب وهو بينظف الإزاز، فبيزعق له ديفيد صاحب البيت وبيعامله بأسلوب مش كويس عشان بيكون فاكره نايم ومش بيشتغل. ولما بيخلص جون الشغل بيديله ديفيد نص أجره وبيقول له إن هو مش عاوز يشوفه مرة تانية وإن هو كمان هيشتكيه لمديره في الشركة. فبيتجاهل جون كلامه وبيروح المستشفى عشان يحضر جلسة الكيماوي بتاعته، وهناك بيبدأ يفكر في إهانة ديفيد ليه وبيلوم نفسه عشان تجاهله وما ردش عليه. وأول ما بيخلص الجلسة بيمشي من المستشفى بيروح له البيت وبيرمي بيض على كل الشبابيك اللي كان بينضفها عشان ينتقم منه. وبعدها بيرجع البيت وبيقعد مع مايكل وفجأة بيحس بالتعب من الكيماوي اللي خده، فبيحاول جون يداري تعبه على ابنه عشان ما يشوفوش وهو بيتألم. وبيجي يوم وبياخده وبيروح لبيت أسرة عاوزين يتبنوه، وبيحاول جون يتعرف عليهم علشان يعرف إذا كانوا مؤهلين لتربية ابنه ولا لأ. فبيلاحظ إنهم متبنيين 6 أطفال وحالتهم المادية مش مستقرة، والأسوأ من ده هو إنهم مش عارفين يربوا الأطفال لأنه لاحظ إن سلوكهم مش كويس معاهم. فبيرفض يخلي الأسرة دي تتبنى مايكل وبيروح يقعد لوحده في بار، وبيكون متضايق جدا لأن هو مش لاقي أسرة مناسبة تتبنى ابنه، خصوصا لأن حالته الصحية بتسوء أكتر وأكتر وباقي في حياته أيام معدودة. فبيروح مركز رعاية الأطفال وبيتكلم مع شونا وبيحكي لها عن والدة مايكل وبيقول لها إن هي انفصلت عنه أول ما عرفت إن هو مريض بالسرطان. وعلى عكس المتوقع بيتكلم عليها جون بأسلوب كويس وبيقول إن هو مش متضايق منها عشان سابته لوحده في محنته. فبيقترح على شونا إن هي تدور على رقم والدة مايكل وتحاول تقنعها إن هي تاخد ابنها يعيش معاها. وقبل ما يكمل كلامه بتقطع شونا وبتقول له إن دي فكرة سيئة جدا لأن والدة مايكل مستحيل تهتم بيه، خصوصا بعد ما تخلت عنه وهو طفل عنده 3 شهور. ومع مرور الوقت بتبدأ حالة جون تسوء أكتر وبيروح يعاين عربيته عند الميكانيكي عشان قرر إنه يبيعها ويحط فلوسها في البنك لابنه. وبعدها بياخد مايكل وبيروح السوبر ماركت عشان يشتري مكونات تورتة ويحتفل معاه بعيد ميلاده، وبيبقى شبه متأكد إن دي آخر مرة هيحتفل مع ابنه بعيد ميلاده. ولما بيرجعوا البيت بيجهزوا التورتة مع بعض وبيقرر جون يعرفه إن هو مريض بالكانسر وهيموت قريب. ولكن قبل ما يتكلم معاه بيقول له مايكل إن هو بيحبه وإن هو عاوز يكبر بسرعة عشان يشتغل ويساعده. فبيتأثر جون بكلامه وبيرجع في قراره عشان خايف عليه من الصدمة. وتاني يوم بيروح لبيت واحدة مطلقة اسمها جودي وبتكون عاوزة تتبنى مايكل لأنها نفسها تكون أم من زمان. ولما بيلاحظ جون إن هي عايشة لوحدها بيسألها ليه عاوزة تتبنى مايكل مع إن حالتها المادية مش كويسة وعايشة لوحدها. فبتحكي له جودي قصتها وبتقوله إن هي كانت عايشة حياة مستقرة مع جوزها وكان عندها بنت صغيرة عندها 6 سنين، ولكن بنتهم ماتت بسبب السرطان. ولما طلبت من جوزها إنهم يتبنوا طفل رفض الفكرة وقال لها إن هو مش عاوز أطفال تاني. فوقتها قررت جودي إن هي تتطلق منه لأن هي عندها رغبة كبيرة إن هي تتبنى طفل ومستحيل تتخلى عن الفكرة دي. فبيعجب جون بكلامها وبيحس إن هي ممكن تهتم بابنه لما يموت، ولكن بيكون متردد وبيقرر يدي نفسه فرصة تانية عشان يفكر. فبيروح يقعد مع جارته روز وبيحكي لها على اللي حصل وبيقول لها إن هو مش لاقي عيلة مناسبة تقدر تهتم بابنه مايكل، ولكن حاسس إن جودي ممكن تكون الشخص المناسب وإنها هتحب مايكل وهتهتم بيه لأنها كانت أمه وفقدت الإحساس ده. فبتقول له روز إن هو أعظم أب في الدنيا ولازم يكون فخور بنفسه لأنه مريض بالكانسر ومع ذلك كل تفكيره في ابنه. ولما بيروح جون الشغل في اليوم ده بيحس بالتعب وما بيقدرش يطلع السلم، فبيفهم هنا ان هو قرب يموت وبيرجع البيت عشان ينام ويستريح. ولكن بيتفاجئ ان مايكل حاسس بتعبه وجاي يغطيه، فبيحاول جون يحضنه ويحسسه بالامان. وبعدها بياخده وبيروح يقابل زوجين اسمهم كيفن ومارسي وبيكونوا برضه عاوزين يتبنوه. فبتتكلم مارسي وبتقول ان حالتهم المادية كويسة وان هي بتخلف ولكن قررت تتبنى طفل عشان خايفة من تجربة الحمل. فبيقلق جون من ناحيتها وبيحس ان هي ممكن تتخلى عن ابنه في اي وقت لان هو بيبقى شايف ان هي اتخلت عن فكرة الحمل بكل سهولة، عشان كده بيرفض يخليهم يتبنوا ابنه. ولما بيعرض عليه كيفن ان هو ياخده في جولة للبيت بيضطر يوافق، وهو بيوري له كيفن اوضة الاطفال وبيقول له ان هو نفسه يكون عنده طفل من دمه ولكن خايف يصرح مراته بالموضوع ده عشان ما تتضايقش. فبيتأكد جون ان الاسرة دي مش هتقدر تهتم بابنه وبيروح ياخد مايكل وبيمشوا. وفي طريقهم بيسألوا مايكل عن معنى كلمة التبني لانه سمعها اكتر من مرة في بيت العائلات اللي عاوزة
تتبناه. فبيرتبك جون وبيكون مش عاوز يجاوبه، ولكن بيضطر يشرح له معنى التبني عشان يحاول يمهد له الموضوع ويعرفه ان هو هيعيش مع اسرة تانية. ولكن بيتفاجئ ان مايكل بيقول له ان هو مش عاوز يعيش مع حد تاني غيره لانه بيحبه ومتعلق بيه. فبيحس جون ان الموضوع اتعقد اكتر. هو بيروح يقعد مع شونا وبيحكي لها اللي حصل، فبتقترح عليه ان هو ياخد اجازة من الشغل عشان يصفي ذهنه ويعرف يختار، وبتنصحه يختار عيلة حالتها المادية كويسة لانه في الوقت ده الاطفال بتكون محتاجة تعيش في مستوى كويس عشان يكونوا ناجحين في المستقبل. فبيقول لها ان هو بيحب ابنه جدا وخايف يضيع مستقبله ويختار له عيلة مش كويسة وما يقدروش يهتموا بيه. ولما بتلاحظ شونا مدى حبه لابنه بتتأثر من كلامه وبتحاول تواسيه وبتضحك في وشه عشان نفسيته تتحسن. وبعدها بيرجع جون البيت وبيحمي مايكل وبيهتم بيه. ولما بيلاحظ مايكل ان والده تعبان وايده بتترعش بيدخل الاوضه وبيعيط، وبيحاول جون يهديه وبيطمنه ان هو كويس وبيديله البيجامه بتاعته عشان يلبسها. ولكن مايكل بيتضايق اكتر وبيكون خايف على والده لدرجه كبيره. وبعد ما بيهدى بيخرج يتكلم معاه وبيقعدوا يرسموا مع بعض. ومع الوقت بتبدا حاله جون تسوء اكتر وبتزيد حاله الاكتئاب اللي عنده لان هو لسه ما قررش هيودي ابنه يعيش مع انهي اسره. وفي يوم بينظف العربيه بتاعته وبيروح يبيعها لواحده صاحبته عشان يشيل الفلوس في البنك لابنه. وبيروح ياخد مايكل وبيفسحه في الملاهي وبيحاول يقضي معاه اطول وقت ممكن على امل ان هو يسيب له ذكريات سعيده ويفتكره لما يموت. ولما بيرجعوا البيت بيقرا له قصه عن اب مريض وبيحاول يسيب لابنه ذكريات سعيده عشان يفتكره دايما. واخيرا بيصارحه وبيقول له ان هو مريض وفاضل له اقل من شهر ويموت، عشان كده هيوديه يعيش مع اسره تانية. وبيطمن ان روحه هتفضل جنبه للابد لانه بيحبه. وبيكون واضح على جون من كلامه ان هو خلاص اختار عيله من العائلات اللي راح لها عشان يتبنوا مايكل. فبيدخل اوضته وبيكتب 30 جواب لمايكل عشان يفتحهم في كل موقف مهم في حياته. وبعدها بيجمع صور ليهم مع بعض وصور ليه مع والدته وهو صغير وبيحطهم له في صندوق عشان يفتحه لما يكبر ويعرف عيلته الحقيقيه مين ويفتكر قد ايه والده كان بيحبه وبيهتم بيه. وتاني يوم بياخده وبيوديه لبيت جودي الست المطلقة اللي عايشة لوحدها. هو بيقرر ان هو يسيب لها مايكل عشان تاخده وتربيه معاها لانه شايف من وجهة نظره ان هي اكتر واحدة هتهتم بيه لانها اتطلقت من جوزها مخصوص عشان عاوزة تكون ام. وعلى الرغم من ان مايكل مجرد طفل صغير الا انه بيفهم كل اللي بيحصل ده وبيبص لباباه وهو متأثر وحاسس ان دي اخر مرة هيشوفه فيها. ولكن في النهاية بيكون مش عاوز يسيب ابوه ولكنه بيبقى فخور بيه جدا. وبيخلص الفيلم.